تشافي قال لك الدفاع عندنا زي الزفت، فقرر رحيل ثنائي جديد عن برشلونه. النادي الكتالوني عاوز يتخلص من بعض اللاعبين ومن رواتبهم العاليه، وكمان علشان حل الازمه الماليه اللي عند النادي. لما يبيعهم هيجي لهم فلوس، فهيجيبوا صفقات جديده او هيسجلوا صفقات جديده. صحيفه سبورت ذكرت ان تشافي استقر على بيع لينجليت وايريك جارسيا ثنائي الدفاع، وعرضهم على نادي يوفنتوس الايطالي. طيب بعد ما نمشيهم هنعمل ايه؟ الصحيفه قالت لك ان الاداره بتسعى لضم مدافع قوي، وده اللي برشلونه عاوزاه فعلا. فهل تتوقع يا ابو الكباتن مين المدافع القوي الانسب الى برشلونه؟ اسمع وشوف تصريح كاسيميرو الجميل عن الاسطوره ليو ميسي. وقال كاسيميرو خلال تصريحات نقلتها صحيفه تي اس الاسبانيه، كاسيميرو لاعب منتخب البرازيل وريال مدريد السابق واليونايتد الحالي، تحدث عن المنافسه الطويله مع ليونيل ميسي سواء في الليجا او في امريكا الجنوبيه. وقال من المستحيل بالنسبه لي ايقاف ميسي بمفردي، ده انا لازم اجيب جيش معايا، وكنا دايما بنتكلم عنه في غرف الملابس وبنعمل حسابه جدا. هو لاعب يعجب به كل من يراه. اذا كنت تحب كره القدم فانت تحب ميسي، انه احد افضل 3 لاعبين في التاريخ. فهل تتوقع يا ابو الكباتن الاسطوره ليونيل ميسي هيعتزل في انتر ميامي براتب خرافي ضخم جدا؟ النصر والهلال بيغروا محمد صلاح. محمد صلاح يا اخي عامل قلبان في السعوديه، وده بحسب صحيفه سكاي سبورتس، رغم ان محمد صلاح حسب مستقبله وطلع وقال انه مكمل مع ليفربول، الا ان الاستثمار السعودي مش سايبه في حاله وعمال يضغط على صلاح بكل قوته. انتوا عارفين ان محمد صلاح اهم لاعب دلوقتي في العالم في مركزه، فهتبقى ضربه معلم فعلا لو جه السعوديه. وذكر الصحفي رودي جالتي بشبكه سكاي سبورتس ان النصر والهلال بيتنافسوا على خدمات محمد صلاح، وبيحاولوا يجس نبضه اذا كان في تفاوض من الاساس ولا لا. انا شخصيا شايف ان هي صعب جدا انها تحصل، خصوصا ان محمد صلاح ركيزه اساسيه في ليفربول، هم اساسا بيبنوا عليه الفريق. فهل ممكن تحصل يا ابو الكباتن ونشوف محمد صلاح في السعوديه؟ اتهام والده امبابي انها السبب انه ما يروحش ريال مدريد لحد دلوقتي للسبب ده. اتهم ايفان لومي وكيل اعمال مندي مدافع ريال مدريد فايزه العماري والده امبابي ووكيله اعماله بانها السبب في عدم انتقال ابنها الى ريال مدريد حتى الان بسبب عدم احترافيتها. وقال لومي في حديثه لراديو مونتي كارلو ان والده امبابي مش وكيله اعمال اصلا وما تعرفش حاجه عن المهنه دي، المفروض تروح تتعلم قبل ما تدخل في المجال ده. وانتشرت اخبار ان فايزه العماري هتنشئ شركه وكاله اعمال لتمثيل اللاعبين. احنا كده بنضيع حضرتك. واختارت المغربي اشرف حكيمي وصديق ابنها المقرب، وده اغضب وكيل اعماله الاساسي واتهمها بمحاوله سرقته. وقال لومي انك تعتني بابنك ده امر، وانك تمثلي عشرات اللاعبين ده امر تاني خالص، وان لو كان عند امبابي وكيل اعمال حقيقي كان زمانه مع ريال مدريد من سنتين، مش بيلعب في باريس لحد دلوقتي وتعبان نفسيا ونفسه يخرج من الفريق. فهل فعلا يا ابو الكباتن فايزه العماري هي السبب؟ افشل واغلى 3 صفقات في تاريخ كره القدم في العهد الحديث. رقم 3 بيجي كوتينيو اللي انتقل من ليفربول الى برشلونه 2018 ب 120 مليون يورو زائد 40 مليون مكافآت. طبعا كان مكسر الدنيا في الدوري الانجليزي وليفربول وما عملش حاجه خالص مع برشلونه. رقم 2 هو جريزمان من اتلتيكو مدريد الى برشلونه برضه، ولكن في 2019. تحس ان فلوس برشلونه في الوقت ده كانت حرام ولا ايه؟ كانت ب 120 مليون يورو. كان مع اتلتيكو مدريد لاعب شبح خارق، ولكن مع برشلونه فشل ورجع الى اتلتيكو مدريد وتألق من تاني. رقم 3 وهو اللاعب البلجيكي اللي انتقل من تشيلسي الى ريال مدريد في سنه 2019 ب 100 مليون يورو زائد 40 مليون مكافآت، وهو ايدن هازارد، اللاعب اللي انا شخصيا زعلان عليه جدا. كان افضل خط وسط في العالم ايام ما كان مع تشيلسي، ولكن مع ريال مدريد فشل ذريع. فعاوزك تقول لي يا ابو الكباتن من هي افشل صفقه في التاريخ من وجهه نظرك؟